الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا مع بعض في تسبيح ربنا واحنا بنقول له ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. فبنقف ونقول له كده الطويل الروح. يعني ايه الطويل الروح؟ الحقيقة هي فيها مشاعر حلوة قوي. الشعور الأولاني كأن الواحد اللي بيترجى مراحم الله بيفكره بصفاته، بيقول له ما انت لازم ترحمني، انت قلت كده انك طويل الروح، وقلت كمان انك بطيء الغضب، وقلت انك لا تشاء موت الخاطي، وكل الشواهد بتأكد الصفة دي فيك يا رب. انت استحملت البشرية قوي 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 قوي، حتى الطوفان انت يا رب استخدمته، لاني شفت ان خلاص مفيش رجاء، الخطية وصلت للنخاع. وحتى في سدوم وعمورة فضلت مطول بالك عليهم لغاية ان ما كانش فيهم حد صالح حتى لو كان 10. في مرة من المرات دخلت حضانة، وبعدين لقيت المدرسة اللي بتدي في الحضانة دي وشها بشوش، والأطفال بيعملوا شقوات وصراخ مزعج جدا، وهي كانت عندها طول أناة عليهم وحب وطبطبة. انت يا ربي كده بالظبط. إذا كانت في ناس طويلة الروح، أمال انت تبقى شكلك ايه؟ وده بيشجعنا يا ربي بطول أناتك علينا. ده بيدينا نوع من أنواع الرجاء، إن أنا عارف إن ربنا حنين. الناس بتتلكك علشان تمسك غلط على بعض، وإنت بتطول بالك مرة واتنين وتلاتة، لدرجة إن في أبرار وصديقين يقولوا ليه بس يا رب طول الأناة الطويل قوي ده اللي بيخلي الناس تتجرأ عليك وعلى أولادك ويقولوا إن مفيش ربنا. طول أناتك بيفسرها العالم غلط فيستبيح ويستزيد في شره. فإذا كنت انت مطول بالك يا رب على العالم بالشكل ده، أكيد هتطول بالك عليا، مش عشان أنا استحق، بس عشان أنا ابنك ومليش غيرك، وواثق يا ربي في طول أناتك عليا. أرجوك يا ربي خلي طول أناتك ما يخلينيش أستهتر، بس خليني هقول لفظ كده يعني أتلم وأقوم بسرعة، عشان ما استغلش طيبة قلبك وأبرر خطيتي، بل تكون دافع وحافز إن أنا أتوب بسرعة. صباح الخير.